الأكلة ديّة ناس كتير مش هتعرفها، بس عايزة أقول لكم إن أنتم فايتكم كتير أوي لو أنتم ما جربتوش الطريقة دي، حلوة جدًا، اقتصادية من الدرجة الأولى، طعمها فعلًا تحفة، ولا تقولي لي بقى لا فراخ ولا لحوم ولا أي شيء، عايزة أقول لِك إن هي وصفة اقتصادية من الدرجة الأولى، غير إن هي اقتصادية طعمها حلو جدًا يا جماعة، إزاي مش بتجربوها أو إزاي ما عملتوهاش قبل كده؟ عايزة أقول لِك إن هي حلوة كمان تنفع معاكِ كده الأكلات آخر الشهر لمّا نبقى محتارين كده مش عارفين هنطبخ إيه، الوصفة دي تحفة جدًا، حلوة أوي بقى جنب حتة طماطم مخللة، حبتين بتنجان كده، عايزة أقول لِك وعيش وخضرة ودوسي بقى وعلى ضمانتي. في البداية بقى كده نقول بسم الله، معايا كده حلة حطيت فيها كده معلقة من السمنة البلدي، عايزة أقول لِك إن السمنة البلدي أو الزبدة بتفرق جدًا في طعمها، بس لو عندِك زيت ومش متوفر عندِك لا زبدة ولا سمنة مش هتقول لأ. حطيت كده بصلاية أنا مقطعاها على إيدي، نزلت فيها تشويحة كده، حطيت عليها فصين من التوم، أول ما التوم ريحته تطلع كده هانزل بشوية بهارات بتاعتي حلوة كده عشان برضه إيه، يدّي برضه للوصفة بتاعتي ريحة حلوة، حطيت كمون، كزبرة، بابريكا، شوية من الملح، كوبايتين كبار بقى كده من عصير الطماطم الفريش، وهاسيب الكلام الحلو ده واضبط الملح بتاعها، خلّي بالِك ما تحطيش ملح كتير علشان الفول ما يحدقش منِّك، هاسيبها لمدة 10 دقايق بالشكل ده، وانزل عليها بقى بكوباية من الفول المدشوش مغسولة ومنقوعة لمدة ساعة ومتصفية، هانزل بقى عليها بالكلام الحلو ده وعلى نار هادية بقى كده وهاسيبها تتسبك مع بعضها والفول يكمل سواه. في المرحلة دي بقى هنعمل لها طشة حلوة جدًا بتنقلها في حتة تانية، يعني عايزة أقول لِك الطبق ده هو لوحده كده كفاية، بس الطشة دي كمان بتوديه في حتة تالتة. معلقة من السمنة البلدي حطيت فيها فصين من التوم، شوية من الكزبرة الناشفة، وشوية كمان كده مش كتير من الكزبرة الخضرا، وحمرتها وتبدأي بقى كده خلاص الفول بتاعي استوى تنزلي عليها بقى بالطشة دي. عايزة أقول لِك ريحتها تحفة، طعمها خطير بصراحة، لازم، لازم، لازم تجربوا الطريقة ديّة والوصفة دي، فايتكم كتير جدًا لو ما جربتوهاش. يا سلام بقى كده مع لقمة عيش ناشف، حتة بتنجان، بصلاية، طماطماية مخللة، عود جرجير، عايزة أقول لِك تحفة جدًا، لازم تجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.